الشوطين لمنتخب جمال السلامي منتخب الأردن. شوفت رقم 8 اللاعب عودي الفاخوري، ورقم 23 ادهم ايضا على بوابه الدخول. خرج بالفعل 7 وخرج 7 و17. خرج بالفعل شرارة كما قلت موش في يومه، لاعب مؤثر جدا، يلعب الكل في الكل الان في خياراته جمال السلامي من اجل العوده. ما زالت المباراه في عنوان الاثاره، وما زالت الكاس وان مالت الى الوصول والى كاسها فانها لم تسافر بعد، وبامكان النشامه ان يعيدونها على متن الطائره الملكيه هناك الى عمان. الكرة الثابتة خطيرة، بدايات المباراة كانت مغربية، فلتكون انطلاقة الشوط الثاني أردنية. الكرة للمنتخب الأردني، 8 الفاخوري و23 أدهم، والكرة في مناطق خطيرة جدا على الوصول. الكرة الثابتة عنوان العودة، أم يواصل الدفاع الحديدي للوصول صموده. تمشي كرة عن طريق ماردي بالراس خطيرة، مش ممكن، محاولة أردنية صعبة. الفريق الأردني بادي ضغط، وهذا منتظر وهذا مفهوم في ظل النتيجة الحاصلة على مسرح لوسيل. تمشي كرة منتخب الأردن خطيرة عن طريق ماردي، عن طريق ماردي يراوغ محمود، والركنية الركنية الأولى في الشوط الثاني، ركنية لمنتخب الأردن. التنفيذ على القائم الثاني خطيرة براس جول، هدف التعادل للنشامة. الأردن يا الأردن، الأردن يا الأردن، 1-1 1-1. الفينال ولع، الفينال اشتعل. أي كورة، أي عرضية، والرأسية من علوان 5 وخميس. هدف الخامس علي علوان بالجول بالراس، يعيد حسن عبد الفتاح إلى آمال التتويج بالكاس أمام النجم شيبو. 1-1. أي راسية، ضربة راس، هدف عالمي يا الأردن. علي علوان الجول، النشامة تحلق من جديد. هذا الأردن لا يستسلم، هذا الأردن لا يعرف طعم الخسارة، يلعب لل90، يقاتل على كل كرة. جول، يطلع علوان ويضرب الراس، والكرة في شباك مادي بن عبيد. نهائي آخر، نهائي الأحلام، نهائي العرب المثير. البداية مغربية، وتساءلت أن يكون الشوط الثاني في انطلاقته أردنية. أمامكم الرد. الآن كل الأردن تعيش على الحلم من جديد. الآن يعانقون بعض، الآن يصيحون، النسوة تزغرد، الأطفال يطيرون أفراح. الأردن يحذر من جديد، والنهائي العربي ينطلق مرة أخرى. والسلامي يقول له يا طارق تذكر أنني لم أنهزم معك أبدا في مواجهتنا، بينما الأردن ستلعب الآن على الأصعب، الانتصار الذي لم يتحقق تاريخيا على منتخب الوصول. هذه الروح الأردنية، يا من لا روح يا ولا كورة، والكورة الأردن. تغيرت الأوضاع، تغير الريح في اتجاهه، وتغيرت هبة الريح ونسماتها هنا في استاد لوسيل. الأردن يرفض أن يخسر مرة ثالثة في الدوحة بعد النهائي العربي 2011 خلال الدورة العربية في الدوحة أمام البحرين، والنهائي الآسيوي أمام قطر. يلعبون، يقتربون، تغييرات تغير، والأردن متغير، والانطلاق عن طريق القائد بين مرضي وحريمات. تلعب الكاس هذا المساء 1-2 ما تعداش، والكرة للمنتخب المغربي. يمر الوصول بالمرتدات. روعة الشوط الثاني، هذا هو سحر لوسيل، هذا نثر سحر لوسيل، هذا ما وعدتكم به في مباراة الربع النهائي، في مباراة السعودية وفلسطين، وأني سأقتنص من عشبك يا لوسيل للذكرى. هذا ملعب غير عادي، هذا استاد استثنائي. عاد
الغشامة. سكتيوي يقول انطلق الفينال الآن، تقدمنا ولكن عادوا، والآن بين العودة واللا عودة. هناك كاس، هناك لقب، هناك سحر، هناك فرحة، هناك تتويج، هناك تاج، هناك على بوابة الطائرة والمطار الملكي. من سيستقبل من؟ هل هي الأسود ستستقبل بنجاح الفاتحين أم هم الأردنيين بلقب تاريخي يا نشمي؟ تمشي الكرة عن طريق الهجوم المغربي. آزار وحمد الله يسخن والكرة مغربية والراس من أجل الثنائية خطيرة، العرضية مش ممكن في الشبكة الصغيرة. خالوها في المرمى، أحبوها في المرمى.